السلام عليكم. وصفتنا اليوم هي المحشي الديري المشهور بحشوته المميزة الغنية باللحمة والخضرة. ممكن تستخدموا أي نوع من الخضرة، أنا مستخدمة الكوسة حسب اللي بتحبوه والمتوفر عندكم. راح أستخدم طنجرة الضغط العادية لحتى أطبخ المحشي بوقت قصير ونتيجة ولا أروع، مستوي على أصوله ومحتفظ بكل النكهات المميزة فيه. هاي المقادير اللي حب يصور الشاشة، وبالتأكيد رح تلاقوا المقادير مكتوبة بصندوق الوصف أسفل الفيديو. عندي الكوسة مغسولة ومنشفة، رح أشيل رأس الكوسة والكعب من تحت، واستخدم المحفرة العادية لحتى أحفر بالطريقة المعتادة. انتبه إني ما أكسر حبة الكوسة أثناء الحفر، وأنا أحب إنه لما أحفر الكوسة أخلي فيها سماكة معقولة لحتى لما ناكل المحشي نشعر بطعمة الخضرة مع الحشوة بهاي السماكة. مثل ما شايفين أضغط عليها لكن ما هي لينة. أحيانا تكون رأس الكوسة يكون شوي مايل، لذلك بواسطة السكين أشيل جزء بسيط منه لحتى يصير السطح مستوي أو رأس حبة الكوسة مستوية. أنا هون راح أستخدم آلة نزع بذور التفاح. بالنسبة إلي تريحني إني مرة واحدة أتخلص من لب الكوسة بشكل كامل، وكمان تساعد الناس اللي ما عندهم مو متوفر عندهم محفرة الخضرة. طبعا أنا ما راح أرمي لب الكوسة، راح أستخدمه بوصفات الحفظ الناعمة، يعني نعمل منه مقبلات، ممكن نتبل أو نفركها أو عجة، وإن شاء الله راح أنزل لكم فيديو. أنا راح أستمر بحفر الكوسة لحتى أخلص المقدار كامل وننتقل لتجهيز الحشوة. في عندنا بصل أفرمه بشكل ناعم، عندي أيضا فليفلة بستخدم البلدية والكندية، ممكن تستخدموا نوع واحد. البصل والفليفلة هي اختيارية بالمحشي الديري، لكن عن جربوها راح تعجبكم النتيجة. كميات الوصفة تلاقوها بالتفصيل بأسفل الفيديو، لأن أنا عاملة كمية حشوة كبيرة لحتى عملت طنجرتين من المحشي. عندي هون البقدونس، هاي الكمية اللي أنا راح أستخدمها من البقدونس، لكن راح أخذ منها حزم صغار، يعني أجزء المقدار إلى حزمات صغيرة لحتى أفرمها بشكل جيد وبشكل ناعم قدر الإمكان. والبقدونس أساسي بالمحشي الديري ولازم يكون كثير لحتى يطلع طعمته طيبة. وكمان عندنا البندورة كمان كمية كبيرة، وأفرمها بالسكين مثل ما شايفين فرم ناعم. ما ينفع استخدم محضرة الطعام أو أي مكنة، لأن الخضرة راح تنعصر وما راح أحصل على النتيجة اللي بدي إياها. يعني مثل ما شايفين كمية الخضرة كبيرة بالحشوة، وهذا اللي يميز المحشي الديري عن غيره، لأنه الخضرة الزورية لذيذة جدا. عندي أيضا الثوم راح أقشره وأعصره فوق الخضرة، لو متوفر عندكم هاون استخدموه، يختصر عليكم وقت ويعني أسرع لكم. بعد ما انتهي من عصر الثوم، عندي أنا مستخدمة الرز المصري اللي هو الناعم مغسول فقط مو منقوع أبدا، راح أضيفه على الخضرة وراح أحط اللحمة مفرومة بشكل خشن، وعندي أيضا نعناع مجفف راح أضيف المقدار، وعندي أيضا بهار حلو ورشة بسيطة من الكمون تعطي نكهة لذيذة جدا. عندنا ملح ليمون وملح عادي، الكمية حسب الرغبة. ومستخدمة سمنة عربية وشوية زيت، لأن السمنة العربية ضروري لأنه محشي ديري، يعني لو ما استخدمنا اللحمة تكون خروف أو ضان، لازم نستخدم السمنة لحتى تعطيها هاي النكهة اللذيذة. مثل ما شايفين باليد أقلب الخلطة كلياتها مع بعض، الحشوة أقلب بشكل جيد لحتى توزع اللحمة والخضرة والرز كلياتها مع بعض، والتوابل طبعا. وانتبه إني أقلب بخفة لحتى ما تنهرس عندي البندورة أثناء خلط الحشوة. أتأكد من الملح وملح الليمون، بعدها فورا راح أبدأ بحشو الكوسة. أتأكد إنه الحشوة وصلت لآخر حبة الكوسة، والحشو طبعا باليد ما ينفع بأي أداة أخرى. وراح أعبي حبة الكوسة بشكل كامل من الحشوة، لأنه حشوة المحشي الديرية مليانة بالخضرة واللحمة، وكمية الرز قليلة، فلذلك يعني نعبيها للآخر. طبعا بنفس الحشوة ممكن نحشي باذنجان أو فليفلة أو بطاطا أو بصل أو بندورة، يعني معروف المحشي الديري إنه في كثير أنواع خضرة تنحشى فيه. المتعارف عليه إنه بأسفل الطنجرة يكون في إما كتف خروف صغير أو عصايص أو لحمة بعظمة أو شرحات. أنا ما راح أحط ولا شيء، راح أصف المحشي بشكل متراص بأسفل الطنجرة. طبعا أنا مستخدمة
طنجرات ضغط. لو تستخدموا طنجرة عادية الأفضل تحطوا مثلا شرحات بطاطا لحتى ما يلتصق المحشي بالطنجرة. وراح أرص حبات الكوسة لحتى أنتهي من الكمية كلياتها. راح أضيف راسين ثوم كاملة مع المحشي، وأضيف دبس بندورة ومي لحتى يغمر حبات الكوسة. لو انتوا تستخدموا طنجرة عادية بدكم تحطوا تثقيلة المحشي وبعدها تحطوا المي مع دبس البندورة. حطيت نعناع ناشف، وراح أحط ثوم مهروس، وراح أحط أيضا ملح وملح ليمون. طبعا الملح وملح الليمون حسب الذوق. بعدين راح أسكر طنجرة الضغط بشكل محكم، أحطها على نار عالية لغاية ما تصفر الطنجرة. لما تصفر الطنجرة مثل ما شايفين راح أهدي النار وأربط المؤقت على 4 دقائق فقط. بعد ما تنتهي ال4 دقائق راح أطفي النار بشكل كامل وأترك الطنجرة بمكانها من دون ما أرفع الصفارة. أتركها لمدة 3 ساعة. بعد ال3 ساعة راح أرفع الصفارة عن الطنجرة وأفرغ البخار مثل ما شايفين. لما أفتحها تكون لساتها تغلي. بعدين أنا فورا أصفيها من المرقة وأترك المحشي بهذا الشكل، وبعدين أسكبه بطبق التقديم. أنا حبيت تشوفوا حبات المحشي مستوية على أصولها، أبدا مو مهترية. الرز مفلفل ما شاء الله، وما شاء الله هنا الحشوة تشهي عن جد. أنصحكم تجربوه وبإذن الله راح يعجبكم وتعتمدوه على طول. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لحتى يصلكم كل جديد. لا تنسوا اللايك والشير مع أحبابكم وأصدقائكم، وأهلا وسهلا فيكم جميعا.